إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: يا أم سلمة، رأيت الليلة في الجنة عزق أبي جهل. عزق أبي جهل، عزق بالذات، عزق أبي جهل. أم سلمة استغربت: من أين هذا الأثر من أبي جهل؟ العزق يعني شمروخ النخل، أو بعضهم بيقول اللي منه بيتم التلقيح، يعني ذكر، أو العرجون تبع النخل، المهم هو جزء من النخلة. فأم سلمة من أبو جهل، وما لأبي جهل والجنة؟ قالت أم سلمة: فبقيت ذاكرا لهذا الكلام، وبقي النبي ذاكرا له حتى جاء وقتها، وقت تأويل هذا الكلام. والتأويل يا إخوة يبدأ من هذه الحادثة. امرأة اسمها أم حكيم، أسلمت بعد فتح مكة، إلا أن بعض الشباب أو بعض الفوارس لم يقبلوا أن يدخلوا في الإسلام، وكان من بين هؤلاء زوجها. وعندما انتهى الفتح واستقر الأمر للمسلمين، أمر النبي المسلمين أو بلغهم بهدر دم مجموعة من مجرمي الحرب، وكان من بينهم زوج أم حكيم. فجاءت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت له: يا رسول الله، إني أسألك أن تعفو عن زوجي، وأنا سآتي به إن شاء الله. فما أجابها النبي؟ إنه لا، كان مهدور الدم، ففهمت إنه في مجال، فلحقت به حتى ركبت البحر في سفينة بعد السفينة التي ركب فيها. فهو ركب في سفينة، وأجتها أمواج عاتية
ربان السفينة بيقول للركاب ومنهم هذا الفارس: أخلصوا الدعاء لله فإنه لا منجي من هذا الوضع إلا هو. فالرجل قال: ويلي، أنا هربت من هذا الإيمان، هربت لأني لا أريد الإيمان. والله إن كان لا ينجي في البحر إلا هو فلا ينجي في البر إلا هو. يعني إذا الآن الكل بيقول يدعو الله، إذا هو النجاة عنده في البر والبحر. لله علي عهد، بيقول إن أنا خرجت من هذا الأمر، يعني نجوت، لأذهبن إلى محمد وأضع يدي في يده مجاهدا في سبيل الله ولأجدنه عفوا كريما. قل أنا أعرف أني سأجده عفوا كريما. هدأت الأمواج، وصل الرجل إلى اليمن، وصلت بعده امرأته إلى اليمن ووجدته، فحدثته ماذا وجدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحثته على العودة. فعاد الرجل، عاد الرجل، وعندما وصل مكة توجه فورا إلى مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجده عليه الصلاة والسلام، فدخل عليه. روايات أصحاب السير، سير الصحابة، بتقول: قام النبي عندما رآه، هذا الذي كان مهدور الدم، قام وابتسم في وجهه وقال: مرحبا بالراكب المهاجر. وأخذه النبي في أحضانه واعتنقه. فقال: ماذا تأمرني يا رسول الله؟ ماذا أقول؟ قال: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال: لقد آمنت بها يا رسول الله، ونحن عائدان من اليمن، وأقولها أمامك وأشهد على هذه الكلمة من يشهدون: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. يا رسول الله، لقد حاربتك طويلا وناصرت اللات والعزى، لله علي أن أقاتل في سبيل الله ضعف ما أقاتل وما قاتلت في سبيل غيره، وأن أنفق في سبيل الله ضعف ما كنت أنفق لغيره، ولن أترك مكانا عصيت الله فيه إلا وأحدثت فيه طاعة. وخرج الرجل مع زوجته بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجهاد. المهم، هذا الرجل بعدما شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، قال النبي: أين أم سلمة؟ قالت: ها أنا ذا يا رسول الله. قال: هذا هو. أتذكرين يوم أن قلت إني رأيت في الجنة عزق أبي جهل، شيء من أبو جهل، يعني مش أبو جهل هو الجني، حتى أسلم هذا عكرمة ابن أبي جهل. فقال لأم سلمة: هذا هو، هذا هو. أولا في هذا النص بشرى لعكرمة أنه من أهل الإخلاص والصدق، وفعلا خرج مع زوجته، وكان من أوائل الشهداء، استشهدوا 13 أجنادين بين الرمل في المساحة
بين الرملة والخليل في الطرق القديمة، هذه شبه سهل وقعت فيها معركة أجنادين، وكانت هي بداية انكسار الروم على يد المسلمين بفضل الله. استشهدوا في أجنادين 13 رجل، منهم عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه. فأم حكيم زوجته أرادت أن تعود، فجاء رجل اسمه خالد ابن سعيد بن العاص، هو أبو مسلمين على فكرة، وخطبها. فبعد أن انقضت عدتها تزوجها، وأراد أن يبيت فيها في مكان لحد اليوم اسمه صخرة أم حكيم، مطرح. فقالت له حتى ينصر الله المسلمين، قال إني أرى نفسي شهيدا اليوم، فأريد أن أتمم هذا الزواج. فتمم زواجه ودخل بزوجته، وأحدث لأصحاب رسول الله وليمة، ثم خرج إلى الجهاد، فكان من أول الشهداء. وبقيت وحيدة، فاستدعاها عمر بن الخطاب إلى المدينة وتزوجها سيدنا عمر. لم يطل به الوقت حتى استشهد هو الآخر على يد أبي لؤلؤة. ولذلك أم حكيم بيسموها زوجة الشهداء، زوجة الشهداء، زي ما إنه أسماء بنت عميس إذا ذاكرين جبنا اسمها هنا مرة، زوجة الخلفاء، هذه زوجة الشهداء رضي الله عنهم. الذي يهمنا يا إخوة إنه أبو جهل فرعون النبي عليه الصلاة والسلام. حتى في رواية حديث إنه في بدر النبي قال عنه إنه هذا فرعون هذه الأمة. يوم إنه بن مسعود طلع صدره بده قال له يعني الله أخزاك، هل أخزاك الله يا عدو الله؟ قال له ولما أخزاني؟ قومي قتلوني. قال له بدي أقطع ركبتك ووديها للنبي. قال أيوه، إن أردت أن تفعل فاقطعها من أسفل العنق حتى تظهر عظيمة في وجه محمد. النبي قال فعلا إن فرعوني أشد من فرعون موسى. هذا الفرعون له ولد أسلم، أولاد اثنين انقتلوا ماتوا في بعض التجارات في منطقة اليمن، لكن له 4 بنات. واحد اسمها الحنفاء أسلم، واحد الثاني اسمها جويرية بنت أبي جهل أسلمت، مش جويرية بنت الحارث، لا بنت أبي جهل أسلمت. واحدة أخرى اسمها جميلة بنت أبي جهل أسلمت. بنات 4 أسلمت. ولذلك في حياة النبي عليه الصلاة والسلام جاء عكرمة وقال يا رسول الله إنه لا يسوءني أن يشتم أبي وإن كان رأس الكفر، أن يشتم وأنا في نفس المجلس. لاحظوا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شتم الميت نهائيا، فقال لا تؤذوا الأحياء بشتم الأموات. أبو جهل. لكن فيها دليل آخر على أنه وإن كان أبو جهل، النبي عليه الصلاة والسلام رأى في عكرمة أنه بار حتى لأبيه وإن كان قد مات على الكفر. هو كافر، لكن البر يبقى بنص القرآن الكريم وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. مات مالك
مالكش في علاقة، لكن لا نشتمه أمام ولده حتى لا نؤذيه. نختم يا إخوة إنه شوف رأس الكفر في مكة أبو جهل، بنات مسلمات ابنه من المجاهدين الكبار. رأس النفاق في المدينة المنورة ابن سلول، أخته طبعا في كل بنته أخته زوجها حنظلة غسيل الملائكة، غسيل الملائكة. فإذا لا تنظروا إلى أي مكان في هذه الدنيا أنه ميؤوس منه، أو إلى أي بيت في هذه الدنيا أنه ميؤوس منه. الله ولسنا نحن، الله ولسنا نحن الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها. الله الذي يحيي الأرض ويحيي القلوب سواء بسواء. الله الذي يخرج من الكافر مؤمنا كما يخرج من المؤمن عاصيا. الله الذي يفعل ذلك ولسنا نحن. ادعوا الله وانتم. الحمد لله كثيرا كما امر، والصلاه والسلام على سيدنا محمد سيد البشر صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه ومن سار على هديه واتبع خطاه الى ان نلقاه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتول امرنا. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك أن تشفي مرضانا. اللهم إنك يا ربنا أنت الشافي، ونبيك إبراهيم قال وإذا مرضت فهو يشفين. يا رب اشف مرضانا وارحم موتانا واطلق أسرانا ورد غائبين إلى بيوتهم يا حي يا قيوم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، اسألوه يعطكم، استغفروه يغفر لكم. الله أكبر.